اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. معكم ولاء، ودي قناتي كيكات وحلويات. هنرجع بقى لشغل التورت وهنعمل تورت ان شاء الله جامده الفتره اللي جايه. تابعوني كده وما تنسونيش بقى في اللايك، ولو اول مره تشوفي قناتي اضغطي زر الاشتراك وتابعي كده فيديوهات، وان شاء الله هينزل لك كل جديد. هنسمي الله كده ونبدأ. ومعانا 3 بيضات ومعلقة من المحسن وزن المعلقة 25 جرام، ونص كوباية من السكر، ورشة الفانيليا. وطبعا البيض بيبقى من التلاجة وحجم البيض كبير. جهزت بقى الدقيق وضفت المية اللي هي أول ما القوام ارتفع معايا ضفت المية اللي هي كوباية إلا ربع من المية. وبعد ما خلصت المية بالتدريج ضفت الدقيق معلقة معلقة، وبعد كده قلبتهم كده وبفردهم كده في الصاج. وطبعا عملنا مع بعض فيديوهات كتير جدا للسبونشات، وهتلاقي فيديوهات للسبونشات بس، يعني ممكن تتابعي كده فيديو وتعرفي الطريقة. سبونش بالدقيق البيتي، وكمان سبونش جاهز بالسبونش الجاهز. فكل التفاصيل هتلاقيها في الفيديو، هسيبهولك في صندوق الوصف لو محتاجة ترجعي له. هفرد كده الصاج بتاعي كده حلو جدا، وهبتدي ادخل الفرن. وطبعا انا دلوقتي بسوي على فرن غاز مش فرن كهرباء. فالفرن الغاز بشغلها على درجة حرارة متوسطة زي الاسبونشات العادية، يعني مش بعلي زي كأنك بتخبزي سبونش في صينية. مش بعلي لان الفران الغاز بتبقى عالية جدا. جربت كذا مرة يعني اسوي على درجة حرارة عالية، لقيته بياخد لون كده وبيغمق معايا من تحت، فبقيت اسوي على درجة حرارة هادية. بشغل من تحت بس وبتابع طبعا الصاج كده في الفرن. وطبعا مش بحطه على يعني الفران اللي هي بتاعت الخبيزه العاديه دي، بتبقى فيها البلاطه كده على طول ما فيهاش مستويات. فطبعا انا برفعها بصاج كده، يعني بقلب صاج كده، وريته لكم برده في فيديو قبل كده. برفع بقلب صاج كده وبحط عليه بقى الصاج ده يعلي يعمل ارتفاع يعني. سويت كده الصاج بتاعي كويس جدا، بياخد معايا برضو تقريبا نفس التسويه بتاعت الفرن العاديه، يعني من 10 ل 13 دقيقه مش اكتر من كده. طبعا انت على حسب بقى الفرن بتاعتك، يعني لو الفرن بتاعتك الدرجه الحراره بتاعتها هاديه قوي، تابعي كده واعرفي التسويه اول مره، وبعد كده تظبطي بقى بقيه التسويه. طبعا انا كنت الاول بسوي على فرن كهرباء، وكنت بشغل من فوق وتحت، وكان التسويه بتبقى معايا 13 دقيقه. وبرده دلوقتي لما بقيت اسوي على على الفرن الغاز بشغل من تحت بس، والتسويه بتطلع ممتازه. عملت صاج فانيليا ورجعت عملت صاج تاني، زودت له معلقتين من الكاكاو. وهقطع معاكم كده التورته اللي كانت مطلوبه مني. كانت مطلوبه مقاس 25 في 25، فهبتدي اخد كده المسطره واقطع 25 سنتي طول في 25 سنتي عرض. بصوا تمام كده. وبعد كده هبتدي اخد الزياده طبعا بشيلها، وهبتدي اقسم بقى بصوا اهو، لو في اطراف كده مش عاجباني ببتدي اظبط كده المقاس اهو. بعد كده قسمت 12 ونص 12 ونص 12 ونص كده، 3 شرايح كده. وعملت برضو في الفانيليا نفس اللي عملته في الشوكولاته. وابتديت بقى زي ما انتم شايفين اعمل طبقات من الكريمه. ما حبيتش اطول عليكم الفيديو. الكريمه اللي بشتغل بيها الفتره دي كواليتي ستار. بصوا هي جميله وكل حاجه، بس انا بس بجد يعني انتوا عارفين طبعا، اللي متابعني عارف ان انا بحب الفا. والفتره اللي جايه نحاول كده نرجع نشتغل بيها. ناس كتيره جدا اشتغلت بيها الفتره اللي فاتت وشكرت لي فيها وقالت لي ممتازه، مع ان هي عملت معايا كده موقفين ما عجبونيش فوقفتها شويه. فربنا يصلح الحال. ولو جبتها واشتغلت بيها ولقيتها تمام وما فيهاش اي مشكله، برضو هقول لكم. وللناس برضو اللي يعني بتحب تشتغل بالفا، لان هي سعرها كويس جدا، وزي ما قلت لكم بتبقى حلوه يعني في التجليس، ومشاكلها بتبقى قليله. بصوا بنجيب الكريمه كده زي ما انتم شايفين، وبنبتدي نفردها. طبعا لو انت حابه تشتغلي بكيس مفيش اي مشكله، بس انا يعني انا بحب كده يعني عارفين اللي هو توفير الوقت. ما بحبش بقى اشتغل بكيس وارجع اجلس، فبحط كده الكريمه وافرد على طول. طبعا انت لو لسه مبتدئه الاحسن في البدايه، انا كنت بشتغل بالكيس عشان كان يظبط معايا. اول حاجه بنزل كميه قليله جدا من الاطراف كده علشان الم فرفته الكيك. لو انت حابه تحطي كميه خفيفه في البدايه، وبعد كده ترجعي تجلسي تلمي الفرفته وترجعي بعد كده تضعفي الكميه، مفيش مشكله. بس انا مش بفرد الكريمه كلها من فوق. يعني بصوا انا بفرد جزء بسيط بنزله تحت، ببتدي الم بيه الفرفته بتاعت الكيك، وبعد كده ببتدي ارجع انزل بقى بقيه الكريمه افرد بيها او اجلس بيها الباقي. طبعا كل واحد بيبقى حابب طريقه معينه. يعني انا بحب الطريقه دي. في ناس تانية تقول لك لا، طب ما انا احط طبقه بسيطه والم فرفته الكيك وبعد كده ارجع اتقل بقى بالكريمه. في ناس بتقول لك لا، انا بحب اشتغل بالكيس على طول.
فانت الطريقه اللي تحسي ان هي اريح لك ومريحاكي مفيش اي مشكله. بصوا انا مشغله لكم الفيديو على الهادي خالص اهو عشان تشوفي انت يعني انا ممكن اعمل ايه. يعني انا ما بنزلش كريمه تقيله من البدايه علشان الفرفته بتاعت الكيك دي ممكن تطلع معايا على الكريمه من فوق فتبهدل لي الشغل بتاعي وما تخلوش احسن حاجه. بصوا اهي كميه قليله، وبعد كده برجع اتقل كده بالكريمه في كل الجناب فتبقى كلها يعني سمك واحد. بصوا وببتدي اسوي بقى كده السطح من فوق بتاع التورتايه، وهبتدي اعمل بالسكرابر بقى. خلاص بقى اعمل بالسكرابر المشرشر عشان يديني اللي هو الزجزاج اللي بيبقى في الجناب. تمام. يعني ده فيديو اتطلب مني ان التجليس انا بعمله بسرعه، بس والله عشان انا عملته مع بعض، عملناه مع بعض كتير يعني، فما بحبش اعيد الخطوات اللي احنا اشتغلنا فيها. بس بالنسبه ان في ناس جديده بتبقى داخله وبتسال، ناس لسه مبتدئه بتبقى في خطوات كده واقفه عليها. كلنا احنا بادئين كان بتبقى في تفاصيل صغيره كده بتقف علينا، فبرضه عشان كله يستفيد. بصوا اهو بسحب كده بالسكراب وببتدي ايه الف كده التورتايه. هتلاقي بصي الجناب كلها ان شاء الله اتظبطت معاكي اهو. بصي تسحبي كده بالسكرابر، وطبعا المكان اللي تحسي فيه ان الكريمه خفيفه ارجعي تقلي تاني. حسيتي ان الكريمه تقيله بتاخديها بالسكرابر كده وتمسحيها في البوله بتاعه العجان من جنبك عشان تديكي نفس اللي انت عايزاه. بصوا انا والله بصوا مهديه الفيديو خالص كده عشان تبقوا عارفين برضو انا بعمل ايه. وبعد كده هبتدي بقى اظبط السطح من فوق اللي هي التورتايه من فوق يعني برضو بالسكرابر اهو. بصوا ابتدي اظبط كده والم الكريمه الزياده، وابتدي اظبط السطح بتاعي كده والم برضو الكريمه الزياده زي ما انتم شايفين كده. وطبعا الحته اللي بتبقى في النص دي بتبقى مرتفعه شويه، فلازم تخلوه السطح كله يعني ارتفاع واحد او سمك واحد. بصوا حسيتوا ان في كريمه زياده بنبتدي نمسحها. بنمسحها بقى وندخلها بقى التلاجة تشد شوية. وبصوا بقى انا حصل معايا كنت عاملة بقى الجناش وحسيت ان هو لسه سايح. بصوا المفروض كنت اعمل دربات، لقيتها الدربات بقى ايه ابتدت تنزل في الارض كده وما كانتش معايا يعني ما ادتنيش الشكل اللي انا حباه يعني ما ظبطتش معايا. ف يعني بصوا كنت يعني متضايقه جدا. المفروض ان انا ما اشتغلش بالشوكولاته وهي لسه دافيه، ليه؟ عشان تطلع لي دربات مظبوطه. يعني كل ما تستني على الجناش يطلع لك الدربات بتاعتك مظبوطه. اشتغلت بيه كده بقى هتلاقي بصوا هو كان تقيل يعني مش خفيف ولا حاجه، بس كان دافي فكان سلس كده. بصوا بينزل بسرعه، فكان بينزل بياخد لغايه اخر التورتيه. انا كنت حابه ان الشكل يبقى مختلف عن كده خالص. يعني جه في تفكيري بقى ان انا هغير بقى المحور كله. يعني انا بعد ما خلاص كنت هعمل دربات رجعت عملت حاجه تانية خالص غير اللي انا كنت هعملها. رحت جايبه بقى السكرابر وابتديت اعمل ايه زي ما انتم شايفين كده. يعني اتقل بقى الجناب كده وكاني عاملاها كلها شوكولاته. برضو دخلتها التلاجة وحسيت ان هي مش برضو ده اللي انا كنت حباه. فرحت بشرة كده شوكولاته بيضه. يعني بص التورتيه دي غلبتني والله مع انها سهله وبسيطه، بس يعني مش عارفه ايه اللي حصل فيها كده. ما كانتش ده اللي في دماغي خالص ان انا اعمله. بس طبعا لما بتبقي في دماغك حاجه وتحسي ان مش هي دي اللي انت كنت عايزاها، حاولي تظبطي الحاجه تطلعيها باحسن شكل. يعني انت مثلا الجناب عندك مش مظبوطه، اعملي اي حاجه حطيها على الجناب بحيث ان تدي شكل وفي نفس الوقت برضو تظبط معاكي الدنيا. بشرت بقى الشوكولاته وابتديت احط كده من الجناب كلها لغايه ما خلصت الاربع جناب اهو زي ما انتم شايفين. وطبعا الناس اللي كانت بتسالني على بشر الشوكولاته كبير كده، انا ببشرها وهي لسه ما بحطهاش. يعني الشوكولاته مش بتبقى في التلاجة، وبعد ما ببشرها ما باجيش ناحيتها بحطها في الفريزر شويه تجمد على نفس الشكل اللي انا بشرتها عليه. بعد كده بشتغل بيها بتبقى زي الفل ما فيهاش اي مشكله. جبت قمع البيديفور اللي هو الوسط وابتديت اعمل دريبات اهو زي ما انتم شايفين كده. عملت روزيتات زي ما انتم شايفين كده. بصوا بجيب القمع بلف واحده كده يمين وابتدي الف واحده تانية قصادها شمال. بصوا اهو. بصوا اهو تعملي دايره وتعملي عكسها، دايره وتعملي عكسها. بصوا عشان الناس اللي كانت مستصعبه الموضوع، لا هي سهله ما فيهاش اي مشكله اهي. بصوا تيجي عند البوزه دي وتروحي ايه مداريه الدايره بتاعتك بيها. بصوا تعملي دايره عليها كده ترجعي تعملي عكسها. شكل سهل وجميل جدا وشكله بيخلي التورتايه كده شكلها حلو جدا. وتغيير بقى عن الروزيتات اللي احنا متعودين عليها. هبتدي بقى اعمل في النص. بصوا الشوكولاته بقى لو حاسه ان هي واقعه او حاجه ابتدي تخليها التلاجة تشد شويه علشان تعرفي تشتغل. بعد كده جيت في النص كده وابتديت اعمل نفس الشكل بس في النص فاصل كده بين
الجنب ده والجنب ده، عشان هحط بقى لسه فاكهه، وهبتدي احط برضو الناحيه التانية جناش. جبت بقى فراوله، بص قسمتها نصين زي ما انتم شايفين كده، ورحلت كل نص عن النص اللي جنبه، وبعد كده حطيت اللي جنبها نفس الشكل كده، بصوا اهو، برضو شكل حلو وجديد، وتغيير برضو عن الرصة اللي احنا بنرصها كل مرة للفراولة، برضو علشان الناس اللي حابة بتحب التغيير زيي يبقى برضو عارفين انا عملت ايه. بص بقى هعمل بقى كل الباقي بنفس الطريقة كده لغاية ما اخلص كل الجناب دي، وبعد كده هجيب بقى التفاح بتاعي وابتدي اقطعه. برضو كان في ناس كتير جدا سألتني على التقطيع بتاع التفاح، وطبعا لازم نحط عليه جيلو تلميع. انا بشتغل بالجيلو، هو المفروض الفاكهه بتتلمع بجيلو تلميع على الساخن، بس انا بصراحه بشتغل بجيلو التلميع اللي هو على البارد للفاكهه، ما فيهوش اي مشكله خالص. بس ما تكتريش منه، لان لو كترت منه بينزل كده على الكريمه وبيفضل يسالي وبيبقى شكله مش احسن حاجه. لو انت عامله التورتايه زي ما انا عامله كده كريمه من الجناب، ممكن ايه ما ينزلش منك على الجناب، لكن لو انت عامله التورتايه ما فيهاش الروزيتات اللي من الجناب دي، ما تكتريش من الجيلو علشان ما يسيلش منك على التورتايه ويخلي شكلها مش احسن حاجه. لكن لو هتشتغلي بالجيلو اللي على السخن، الجيلو اللي على السخن مجرد ما بتحطيه وبيجمد كده بيمسك في الفاكهه، ما بيسيلش ولا حاجه، وبيدي لمعه حلو جدا. بصوا انا جبت تفاحيه كده عملتها شرايح، وابتديت ايه ارحلها كده شويه بان هي تديني شكل السبعه ده. عملت اتنين قصاد بعض، وهجيب بقى فراولايه وابتدي احطها في النص، وشكل سهل وبسيط. جبت بقى الفراولايه وقطعتها شرايح وحطيتها كده في النص، وهبتدي برضو احط في الاماكن اللي ممكن تكون مبينه منها كريمه برضو فراوله كده، وببتدي اعملها شرايح. انت بقى عندك كاندي، عندك اي حاجه تانية ممكن عايزه تحطيها، مفيش اي مشكله. هبتدي اجيب بقى الجناش واحطه في المكان الفاضي ده زي ما انتم شايفين كده، بصوا اهو احط في المكان ده، وبعد كده هوزع كاندي كده في الاربع جناب كده، وهوزع الكريسبي البني اللي هو الصغير، برضو بيدي شكل حلو جدا للروزيتات. لو انت مش يعني ممكن تحطي بقى اي الوان، ممكن تحطي بنكات احمر، بس عشان احنا حاطين فراوله كتير حبيت يعني اكسر اللون. جبت بقى المولد السيليكون اللي هو بتاع الحروف الكبيره، وعملت اختصار هابي بيرث داي، وابتديت احط كده الثلاث حروف اللي هو اتش بي دي، بصوا زي ما انتم شايفين كده، وكتبت اسم صاحب التورتايه مصطفى برضو بالحروف الكبيره، لان هي اصلا المكان ده ما كانش هيتحط فيه اي شوكولاتات ولا اي حاجه تانية، فحبيت اكبر كده الحروف علشان المكان ده كله يبقى موجود فيه شوكولاتات. والتورتايه دي طلعتها على 300 جنيه وحطيتها في علبه 35 في 35. يا رب الفيديو بتاعي يكون عجبكم واستفدتوا منه، وما تنسونيش بقى في اللايك والاشتراك في القناه وتعليقاتكم الجميله اللي دايما بتفرح.